الشكر لكم من الله وليس مني على صبركم وثباتكم وتنظيمكم، وحياكم الله، فما تقومون به له أعلى مراتب الفناء في الوطن. أما بعد، على اللجنة التنسيقية الشعبية للإصلاحات المشكلة من قبل المعتصمين الأحبة والمرابطين أمام بوابات الخضراء الأخذ بنظر الاعتبار النقاط أدناه كمطالب شعبية تمثلهم وتمثل كافة الشعب بأطيافه وانتماءاته، ولا سيما بعد أن أظهر الاجتماع الأخير للرئاسات الثلاثة مع بعض الكتل السياسية جهلها لمطالبكم، فنضع بين أيديكم ما يلي: أولا، الإسراع بإصلاح النظام السياسي، أي السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ثانيا، تحديد سقف زمني لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقل بكافة مفاصلها، ولا يختص ذلك بالوزارات فحسب. ثالثا، إلغاء المحاصصة السياسية بكل تفاصيلها، والتأكيد على مراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقي ولا سيما الأقليات. رابعا، على القضاء العراقي النزيه محاسبة ومتابعة وملاحقة العناصر الفاسدة من 2003 وإلى 2016 وإيقاع العقوبة المناسبة لهم. خامسا، التأكيد إلزاما على استقلالية السلك القضائي وعدم التدخل في مجريات عمله. سادسا، تقوية دور القوات الأمنية بكافة صنوفها في الدفاع عن الأراضي العراقية والمصالح العامة الملقاة على عاتقها، وإبعادها عن الحزبية والطائفية. سابعا، الإسراع بتشكيل لجان متخصصة لتشريع قوانين من شأنها إصلاح النظام الاقتصادي والمالي ومؤسساته قبل وقوع الكارثة في البلد. ثامنا، استقلالية القرار الوطني للحفاظ على هيبة الدولة داخليا وخارجيا. تاسعا، تشريع قانون تحظر فيه الأحزاب الدكتاتورية وعلى رأسها حزب البعث العراقي المجرم، وكذلك بقية الأحزاب الإرهابية المحظورة. عاشرا، وضع برنامج خدمي شامل للوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة، وتخصيص ميزانية كافية لتنفيذ هذا البرنامج الخدمي الذي يمس حياة المواطن خلال فترة محددة. 11، المحافظة على وحدة العراق برا وبحرا وجوا، وعدم المساس بأي شبر من الأرض المعطاء. 12، تفعيل دور المواطنة. 13، إعادة النظر والتدقيق ببعض مواد الدستور وفقراته. 14،
التأكيد على استقلالية الهيئات المستقلة وعدم التدخل بشؤونها، مثل مفوضية حقوق الإنسان ومفوضية الانتخابات والبنك المركزي وهيئة النزاهة وديوان الرقابة وديوان الرقابة المالية وغيرها. 15. تفعيل دور الحوار في حل كل أنواع المشاكل والنزاعات السياسية وغيرها، وتغليب العقل والمنطق قبل إعمال السلاح. 16. دعم القطاع الزراعي والصناعي والسياحي والقطاع الخاص، وتشجيع المنتج العراقي واستغلال الأيادي العاملة العراقية، وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح ذلك بما يعزز موارد الدولة من الداخل. 17. تشجيع الاستثمار الخاص من خلال بعض الامتيازات والتسهيلات للمستثمر. 18. تخصيص حصة لكل مواطن عراقي من عائدات النفط. 19. العمل على رفع مستوى التعليم وإبقائه مجانيا، والعمل على تصحيح بعض المناهج. 20. تحسين الواقع الخدمي ولا سيما الطاقة الكهربائية والمائية. 21. تفعيل التأمين الصحي والارتقاء بالمستوى الصحي. 22. الاهتمام بعوائل الشهداء من ضحايا الاحتلال والأعمال الإرهابية. 23. العمل على كتابة ميثاق إعلامي وطني موحد يمنع من خلاله نشر الأفكار الدكتاتورية والطائفية والكراهية وتجنب سياسات التسقيط. 24. الاهتمام بدور المرأة والطفل ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. 25. الحفاظ على التراث والآثار العراقية وإرجاع ما سرق منها ولا سيما من دول الاستكبار العالمي. 26. تفعيل دور المثقف من خلال إقامة المهرجانات والندوات والمؤتمرات والفعاليات الشعبية بما يعكس الوجه الثقافي والحضاري مع المحافظة على الآداب العامة. شكرا لكم. راعي الإصلاح مقتدى الصدر. إن الإصلاح يجب أن يشمل القضاء العراقي المسيس ومفوضية الانتخابات